ميكس اف ام تقدم الجولة. أستاذ مسعد، أنا عارف أن عندك الآن الاجتماع الفني، بس أنا ودي بس أسأل سؤال أخير. التصريحات اللي كانت على لسان فوزي بشير لاعبكم اليوم، اللي ذكر فيها أن كان في جمهور نصراوي استقبل بعثة بنياس وتكلمت مع اللاعب، وكانوا يطلبون أو يوضحون مكان من الضعف بالنسبة للهلال، ويطالبون اللاعب ونادي أو فريق بنياس اليوم بالفوز على الهلال. هل هذه التصريحات، لأن في بعضنا في عندي خبر ريما راح تقراه الحين، يقول أن جماهير النصر عاتبة على الإعلام الهلالي لأن هذا تصريح مفبرك، هل هو مفبرك ولا اللاعب صرح بشكل صحيح؟ هو شوف، يعني للأسف أنه في كلام، يعني كل حد طلع كلام. أول شيء أنا قريت على تويتر أنه أنسى الكلام، أنه على صحيفة معينة راح ينزل أنه فوزي بشير استغرب من جماهير النصر. طبعا أنا ولا فوزي ولا أي فريق، يعني إذا حد راح أو مثلا جاك بالصدفة، أنا الحين داخل مثلا فندق حصلت ناس طالعة، يعني هم مش عارفين على فكرة، ما حد عارف مقر إقامة نادي بنياس. هذا أعتقد كان عندهم عرس وهم طالعين شافوا نادي بنياس، حياكم الله حياكم الله. يعني الترحيب أهل واجب، أهل السعودية أهل واجب ومعروفين، سواء كان هلالي سواء كان اتحادي سواء كان نصراوي، يعني مجرد ترحيب. ففوزي قال بالحرف الواحد الناس رحبت. أنا ما راح أقول والله للي رحب بعثة بنياس أقول له ليش ترحب فيني. لا، أنا بدون بغض النظر عن الترحيب هذا ما في شيء، اللي ما بعد الترحيب، اللي ما بعده يعني هل فعلا يعني أنتم تتوقعون من المنطق أن مثلا نادي بنياس ولا نادي الهلال بياخذ معلوماته الفنية من الجمهور؟ لا، هي ممكن يكون على من باب انه على قولتك يعني بعد الترحيب ممكن صار في نقاش، ممكن فوزي بشير يعني ما اخذها بمحمل الجد. بس السؤال اللي انا بغض النظر استاذ مسعد، انا بس سؤالي المهم اللي ظهر في صحافه اليوم على لسان فوزي بشير، هل هذا صحيح ولا مفبرك؟ لا مفبرك. مفبرك، يعطيكم العافيه. مفبرك، واحن يا طويل العمر بالعكس. انا والله احزنني اني انا اشوف يعني في البدايه او في الصحيفه مثل هذا الكلام، لأنه فوزي مجرد أنه شكر اللي جو سواء كان من نادي النصر أو أي نادي ثاني. هم فعلا في ناس كانوا جايين ونصراويين، لكن أيضا في ناس في المطار مثلا هلاليين رحبوا فينا. والله يحزننا كلنا أن وصلت الرياضة الخليجية ومن بعض الإعلاميين أنهم يعملون مواضيع زي هذه ممكن تسيء للرياضة الخليجية بالصورة اللي قاعدة تظهر. وأنا أتكلم بكل قوة. أنا في بلدي، مش بلدي الثاني، أنا في بلدي السعودية، ولي الشرف أني أنا موجود وألعب مع نادي كبير مثل الهلال. لكن أتمنى من الأخوة الإعلاميين أنه ما يدخلوننا يعني كنادي بنياس في شيء يمكن يكون بين الإعلاميين نفسهم، اللي مثلا ينحاز لنادي النصر أو ينحاز لنادي الهلال، يدخلون نادي بنياس طرف في هذه يعني الأشياء اللي هي تعتبر هي بين الجمهور عادية التعصب، ولكن بين الإعلاميين يفترض أن حتى لو كان اتحادي أو هلالي أو نصراوي لازم يكون مثال للحيادية. يعطيك العافية، وصراحة أشكر لك الروح الرياضية هذه أستاذ مسعد، ونشكرك لتلبية دعوة إذاعة ميكس اف ام، وإن شاء الله بكرة نشوف مباراة حلوة بين الطرفين إن شاء الله. احنا اللي نتشرف فيكم، وحن بعد إذا كان الهلال هو الفايز أول من يهني الهلال، وأنا متأكد إذا بنياس سوى مفاجأة، لأنه حسب يعني حتى المدرب كالديرون يعني يوم تكلم وقال حسب المنطق وهذا الخبرة وكذا قال الهلال، ولكن احنا بنقاتل. إذا فاز الهلال احنا أول من يهنيه، وإذا فزنا أنا متأكد أن الهلاليين أول من يهنينا وحنا نادي واحد. أكيد. يعطيك العافية أستاذ مسعد، شكرا لك ولتواجدك معنا. يعطيك العافية. كان معنا الأستاذ مسعد الحارثي مدير المركز الإعلامي لنادي بني ياسر الإماراتي.